هقول رأيي. اوعى تفكر ان خبير صاحب فكر وشيء يستاهل. ده انا فلاح والكم كبير، قول من الاخر انسان جاهل. لكن نفسي في شيء من حقي، تسمع رأيي واسمع رأيك. لما نقول في شؤون دولتنا وتقبل ان مواطن زيك، ازاي نقدر ننهض بيها وكل شؤونها في ايد جاهلين؟ اللي درسته الطب البيطري نلقى جنابه وزير تموين، وان كان حد معاشه مبكر دارس فاهم في الحربية، احسن مهنة نجمله بيه يمسك لي الثروة السمكية. كل محافظ مش في مجاله ياخد الخبرة من البواب، وماجستير مركون في الشارع شاب الفكر وهو شباب. واما نحن عليه بوظيفة يروح في مجال ما يليقش عليه، يوم هنضحي بعلمه بحاله ونرجيه لو يفشل فيه. امضي حضورك واعمل عمره، امضي حضورك واعمل عمره، بس تكون في الدفتر حاضر، واضرب واقتل وانت موقع، راح نحميك من اي محاضر. ده السباك في المية بيفهم اسم الصنف واسم النوع، والمسؤول في الشركة ما يعرف شكل الته من شكل الكوح. واللي بيرقص حي محلته غير على الورقة نشوف توقيعه، ويتهيأ له الشارع ملكه لو محتاج لفلوس هيبيعه. فوانيس عالدولي وصحراوي نورها الظهر يكون شغال، وانت يا ويلك يا سواد ليلك علشان بنخفف احمال. واللي يغيظك في الموضوع كم رواتب بالملايين، غير بدلات ومنح وحوافز، والباقي بياخد ملاليم، وانا وانت دايرين في السجي وبنعاني من الفجر تملي. بنحيي علمها وبنسقف وبنهتف ونقول يا حلولي. واما هتطلع سن معاش لم العدة ومستنداتك، كل الدولة ما تكتب شكرا تيجي استغنت عن خدماتك. اما اصحاب الحظ يا سيدي كله يبارك كله يجامل، كأنه محلل والدكتور قال مبروك الاستاذ حامل. طب قول لي فين هدف الثورة؟ وهي كلمة وطلعت من عيل، ولا يملك غير كلمة تفرج ويفاجئ بالحال متنيل. شكرا. الله.